بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، نحن في حملة سلمان الإعلامية. يسرنا ويسعدنا في هذه الدقائق أن نستضيف الشيخ هباس بن نايف الهباس، الرئيس الفعلي لحملة سلمان، ولكي يوضح لنا آخر المستجدات عن الحملة واكتمال الدية في هذه الليلة المباركة. نرحب بك الشيخ هباس. مساء الخير أبو منيف. مساء النور. نطلب منك أبو منيف كلمة ختامية في هذه الحملة المباركة إن شاء الله. ويعذرني المشاهد الكريم أني معي رشح، فهذه المناسبة لابد أننا يكون لنا كلمة هذه الليلة، وإن شاء الله نقدم ما يرضي الجميع بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القائل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشدائد رجالها، وللمعارك أبطالها، وللخير فاعليه. يسرني ويسعدني أن أعلن في هذا اليوم المبارك عن انتهاء جهود حملة اعتاق رقبة سلمان ابن الجميع سلمان هليل الشمري، وذلك باكتمال المبلغ المطلوب وهو 30 مليون ريال، حيث تبرع صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بمبلغ 1.5 مليون ريال، كما كان لسموه تبرع سابق بمبلغ 1.5 مليون ريال. جزا الله سموه الخير ووفقه في دنياه وآخرته وليس غريب على سموه. كما تبرع الشيخ متعب ابن نايف ابن هباس بالمبلغ المتبقي وهو 700,000 ريال، كما أن له تبرع سابق بهذه القضية. جزاه الله خير الجزاء وليس بغريب على أبو منصور المواقف المشرفة. ولا يفوتنا أن نشكر خال سمو الأمير سعد الشيخ أسعد الباشا الجربة على جهوده الخيرة والمثمرة، فجزاه الله خير. الإخوة الكرام، لم يكن جمع هذا المبلغ 30 مليون ريال بالأمر الهين، بل تتطلب جهود مضنية لأكثر من عام، لكنها والحمد لله كانت جهود موفقة وحققت الهدف منها. ونستطيع أن نقول الآن لوالدة سلمان: نامي قريرة العين مرتاحة البال، وسوف تسعدين بإذن الله برؤية ابنك عن قريب. إخواني، كما في الحديث الشريف: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إنه لزام علينا أن نشكر الله العلي القدير على نعمائه، كما نشكر كل من ساهم بجاهه أو ماله أو جهده في هذه القضية، ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز. والشكر موصول مع الفخر والاعتزاز بشيوخ وأعيان وأفراد قبيلة الشمر الذين ضربوا أروع أمثلة الكرم والتلاحم، وكذلك فاعل الخير من خارج القبيلة الذين كان لكرمهم وجهودهم بالغ الأثر في اكتمال المبلغ المطلوب. ولعل وقفة التلاحم والتضامن
التي لمسناها خلال هذه الحملة لأمر يثلج الصدر ومؤشر على ما يتمتع به مجتمعنا، والحمد لله من تراحم وتضامن في ظل قيادتنا الرشيدة. أدام الله الأمن والأمان على وطننا الحبيب. أيها الإخوة الكرام، لا يكتمل الشكر دون ذكر الدكتور سلطان التمياط الذي كان له دور كبير في هذه القضية، أجزل الله له الأجر والثواب. كما نود أن نشكر والد القتيل عن تنازله وندعو للقتيل بالرحمة والمغفرة. أخيرا أود أن أشكر اللجنة المشرفة على حملة سلمان الشمري وكل من عمل معي خلال هذه الحملة الطويلة، وهو غير مستغرب على الجميع، فأنتم دائما مصدر الفخر والاعتزاز وأهل للمواجيب. أما فيما يتعلق بالإجراءات فسوف نقوم بالتواصل مع الدكتور الشيخ سلطان التمياط للعمل على إنهاء إجراءات القضية في أسرع وقت ممكن. بقي أن أشير أننا سنقيم حفل ختامي بمناسبة انتهاء القضية، يتم من خلاله تكريم من ساهم في هذه الحملة، وسيقام الحفل في روضة هباس، وسيتم الموعد مستقبلا، وسنبلغكم بذلك في الوقت المناسب. عشتم وطبتم وطابت جهودكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن بدورنا حملة سلمان الإعلامية نشكر كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز، وخال الأمير أسعد الجربة، والشيخ سلطان التمياط، ووالد القتيل، والشيخ الوادعي، ونشكر الشيخ متعب بن نايف الهباس، والشيخ هباس بن نايف الهباس. وكذلك الشكر موصول لجميع شيوخ وأعيان قبيلة شمر وأصدقائها من خارج القبيلة، فشكرا للجميع، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ولا أراكم الله في من تحبون أي مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.